الإمام الصادق وصف ثبات العباس بوصف عجيب. تذكر الروايات أن العباس لازم الإمام الحسين كالظل بأفعاله، إيش يفعل الإمام الحسين يفعل العباس. ناهيكم عن النفحات الإلهية اللي اكتسبها هذا الهمام من صدق الرسول، فكان العباس عالم كبير لا يقل علمية عن أخويه الحسنين. وليأكد لنا رجاحة العقل أكثر اللي اتصف بها أبو الفضل هو قول الإمام الصادق بأن العباس كان نافذ البصيرة. هذين الكلمتين بينفذ معنى عميق جدا، معنى نادر يفتقد للأكثرية بهذا الوقت. شنو معنى نافذ البصيرة؟ الشخص اللي عنده إيمان ويعرف الحق ويعرف الباطل، هذا الشخص اللي ما تزلزل إيمانه أي شبهة، هذا هو البصير واقعا. العباس كان مو فقط بصير، كان نافذ البصيرة، واصل مستوى عالي بالإيمان والثبات على الحق، ما يتزلزل أبدا مهما كانت الظروف والمحن والشبهات تثار حولهم، بقى ثابت العقيدة. البصيرة مرتبطة بالإيمان، وطبعا الإمام الصادق قبل ما يقول نافذ البصيرة قال صلب الإيمان، فكأنه أكو ملازمة بين المعنيين تستوجب عدم الانفكاك، صلب الإيمان نافذ البصيرة.